اتفضل على لساني. انت النهارده اديت مبررات للعيبه دي ان لو خسرت مش انا السبب. ايوه خد بالك. ليه بقى؟ زي ما قلنا ان في تخبط في الجهاز الفني. مين النهارده مدير فني ما تعرفش. النهارده ازاي تقول لي مدير فني اصلا اقلوه وهم استعجلوا في الاقاله. تمام. وقال لك احنا اصلا كانوا مدينه فرصه لماتش فاركو، وبعدين لما حصل ان النتائج بقت سلبيه بعد اول ماتش على طول قام قال لك ايه اقاله باستعجال، وبعدين لقى نفسه متورط في شرط جزائي فما عرفش يدفعه، فما عرفش يعمل ايه، فبعدين قال لك مستشار فني فالراجل رفض، وبعدين قال لك لا احنا هنرجعه تاني بحته ان اسامه نبيه هو اللي قال. وطبعا زي ما قال الكابتن محمد مش اسامه نبيه هو اللي قال، ده بمعاونه مجلس اداره. انت مقتنع بكده؟ طبعا. طبعا انت عايز تقول لي ان اسامه نبيه يمسك مدير فني وبعدين يمشي كويس في الماتش اللي هو مسكه مع فيوتشر ويكسب 2-0 والامور هتبدا 2-1 كسب 2-0 فاهمني؟ او 2-1 المهم انه كسب يعني فاهمني؟ فاحنا بنتكلم انت كسبت والدنيا بدات تتحسن في الشكل. مش هقول لسه ما شفناش اسامه نبيه مع الفرقه في الفترات اللي جايه، لكن احنا بنتكلم على ماتش فيوتشر ان هم على الاقل كان في شكل مختلف شويه وكان في مكسب. تمام. فانت النهارده بعد ما كسبت لقيت ان انت عندك مشكله برضه في الشرط الجزائي، فمش عارف تعمل ايه، فعايز ترجع فيريرا، فانت ضغطت على اسامه نبيه ان هو اللي يقول عشان قدام الناس يبقى شكلك انت ان انت مش غلطان. انت ما بتكلمش ناس مغيبه. ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده. وبعدين الراجل قاعد على الدكه يقول لك انا همسك من الماتش اللي جاي. هو انت لسه زي ما قال الكابتن هتتعرف على الفرقه؟ انتوا بتشتغلونا يا جدعان. انتوا هو الناس دي عايزه تعصبنا يعني؟ هل احنا يعني جايين مجانين؟ احنا مش فاهمين؟ عشان انت مثلا تقول ان الراجل جاي هيمسك من الماتش الجاي ان اسامه نبيه يمسك. ليه؟ انتوا اصلا الاثنين كنتوا في جهاز واحد. ده احنا لما قلنا الاصلح في الوقت ده لما فيريرا يمشي اسامه نبيه اللي يمسك، تمام، قلنا عشان هو عارف الفرقه صح، فهو عارف السيستم اللي الفرقه شغاله بيه. فعشان ما تجيبش حد جديد، تمام، لسه هياخد وقت عبال ما يتعرف على اللعيبه. فاحنا قلنا اسامه نبيه هو اصلح في الوقت الحالي عشان كده يعني. احنا قلنا السبب. فانت النهارده لما تيجي ترجع فيريرا تقول لا اصل مش هيمسك الماتش ده واسامه نبيه اللي ماسك الماتش ده، حتى ما فيش حتى استشاره. مش ما خدش بالك؟ ما فيش حتى استشاره خالص. ما هيمشي من على الكرسي. الراجل ما قامش من على الكرسي غير في حد كان بيتغير يعني من اللعيبه يعني طبطب عليه كده بس. هو انا مش فاهم انتوا عايزين. بس انا بقول لك يعني انا بقول لك بالظبط يعني. ما انا بقول لك انا مش فاهم انتوا عايزين توصلوا الناس ايه. انتوا كده بتحبوا نادي الزمالك؟ هرجع اقول لك تاني. وانا قلت لك الكلام ده امبارح، وقلت لي حتى انت امبارح قلت لي ايه؟ انت مع عقده فيريرا؟ قلت لك لا. قلت لي ينجح؟ قلت لك لا. ايوه ما هي دي بدايه النهايه. ما انت النهارده يعني انت بتشتغل باي منطق يعني؟ انا مش فاهم. انت بتقول للناس ايه؟ انت عايز توصل الناس ايه؟ انت متخيل الوضع يا كابتن؟ يعني انت دلوقتي فيريرا اقلته والراجل يعني ايه ودع جماهير نادي الزمالك ببوست مثلا او حاجه على السوشيال ميديا بيودعهم. لعيبه نادي الزمالك ودعوا فيريرا وشكروه. وانت واحد من اللعيبه. أيوة. انت متخيل ان بعد كل ده بيرجع فيريرا يبقى موجود؟ ما دي حاجه غريبه. دي حاجه غريبه جدا. ما بيحصلش يعني انا ما بشوفهاش دي في اي نادي في العالم يعني. ان انت واحد تقيله وبعدين تعمله مستشفى معهاش الشرط الجزائي وبعدين الكلام كله احنا بنشتغل لصالح نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. طب ما انت النهارده بصيت على الشرط الجزائي وانت اللي عامل الشرط الجزائي، فانت اللي وقعت في الشرط الجزائي. انت بصيت على الفلوس، ما بصيتش على مصلحه نادي، ما بصيتش على مصلحه كيان. انت بتكلم ناس فاهمه في الكوره، مش بتكلم ناس مش فاهمه. الناس فاهمه. انتوا عمالين تظلموا جمهور نادي الزمالك بالحاجات اللي انتوا عايزين توصلوها بالغلط. انتوا مش عايزين تعترفوا ان في اخطاء كتيره جدا في نادي الزمالك، فده هيعمل كوارث. انت بتظلم ناس بتشجع النادي دمها بيتحرق، فده مش صح. انت النهارده لما يبقى فيه اخطاء اطلع قول اخطاء ولم الدنيا واشتغل. لازم تشتغل وتقفل على نفسك. وانا قلت قبل كده اللي عايز يشتغل ما يبصش للغير. رئيس نادي الزمالك على حد تعبيره قال ان اللي بيحصل مع نادي الزمالك ده لارضاء المنافس. هل انت بتتفق مع المنافس؟ ما اعرفش هو ده اللي ما كاتبه على... بص اكلمك بس. بص يا سيدي، هو يتكلم على احنا لو اتكلمنا انا ماليش دعوه، مش هتكلم مين قال ومين ما قالش. احنا بنتكلم على الثلاث صفقات اللي هم ما تأيدوش. هل هم الثلاث صفقات هم المشكله؟ ده سؤال برضه. لا هو انت النهارده خلي بالك فاركو بيلعب من غير ولا صفقه على سيبك من فاركو. سيبك من فاركو. انت جايب 10 صفقات. انت عايز تداري ان ال10 صفقات ما حدش فيهم نجح لحد دلوقتي، او لو على الاقل واحد او اثنين بالكتير. اللي هم مين؟ انت فاهمني؟ فانت بتتكلم النهارده لما انت يكون عندك زناري ودونجا، لما يكون عندك 10 صفقات
وما عملوش اي حاجه، والصفقات دي انت اللي جايبها او المدير الفني اللي جايبها او فانت في تخبط كبير جدا. انت فاهم؟ ومش عايز تطلع تقول ده، مش عايز تلم الموضوع، خلاص انت خرجت من الكاس. وطبعا امبارح انت قلت لي برضو الدوري، قلت لك ايه؟ قلت لك صعب. انت فاهمني؟ قلت لك صعب، اللي احنا شايفينه صعب. النهارده خلاص بقى يعني الدنيا، الدوري راح. يعني خلينا متفقين بالعمليه، لا اصعب ما يكون. انت فاهمني؟ فانت النهارده ما قدامكش، ده خد بالك، ده في مشكله، ده في مشكله كبيره، ان انت في بطوله افريقيا لو اتاخد بالدور الاول انت ممكن ما تخش افريقيا، فانت مطالب انت تاخد بطوله افريقيا عشان تقدر تشارك في النسخه اللي بعدها، انت مطالب انك تاخدها. طب هتقفل على نفسك وتشتغل، ولا هتبص بقى بره الصندوق وتقعد تتكلم على حاجات تمام ومبررات تخلي جمهور الزمالك تدخله في قصه ثانيه؟ لا، جمهور الزمالك اللي هو جمهور الزمالك اللي بيعشق نادي الزمالك عارف طبعا جمهور الزمالك بيحب نادي الزمالك. حرام يتعمل فيه كده. تمام. جمهور الزمالك هو اللي خسران في الاول وفي الاخر. انت فاهمني؟ لعيبه النهارده، يعني لسه كنت بكلم مع الكابتن محمد صلاح، انا بقلب يعني على قناه برضه نفس القصه، على القناه بتاعت نادي الزمالك. تمام. عايزين يوصلوا ايه اللي اتقال يا كابتن؟ عايزين يوصلوا لا ان في حاجه غلط النهارده، وان اللعيبه لا ازاي اللعيبه بتتزحلق واللعيبه بتاعت فاركو ما بتتزحلقش. يا جماعه عيب عليكم، انتوا لعيبه كوره. عايز يوصل لا ان في حاجه في الملعب، لا ما عامل لهم حاجه، لا الاثنين اتزحلقوا. انتوا وصلتوا، بصوا وصلتوا الناس يعني هل دي يا جماعه اسباب واقعيه او منطقيه او طبيعيه في الكوره اللي بتتقال؟ يا سيدي ما انا بقول لك، انا بص، هو يعني عايز يقول ايه؟ لا هو بيحب نادي الزمالك فما ينفعش يتكلم عن نادي الزمالك بشكل وحش. بيحب نادي الزمالك فما ينفعش يقول الاخطاء. بيحب نادي الزمالك فعايز يقول نادي الزمالك يقول لك اصل الكابتن فلان، لا ده يعني بيعشق نادي الزمالك. انت بتخرب نادي الزمالك. باللي انت بتقوله انت بتخربه، لانك انت ما بتقولش الاخطاء اللي عندك عشان تعدل الاخطاء عشان تنجح. انت النهارده بتقول حاجات غريبه، بتوصل معلومات غلط. انت راجل لعيبه كوره، ما ينفعش تبقى لعيبه كوره وراجل نجم